الحصه التدريبيه قبل الاخيره، قبل موقعة النهائي، قبل موقعة استاد القاهرة أمام منتخب السنغال، واحدة من المباريات الكبيرة في تاريخ كرة القدم الجزائرية. حصة تدريبية في أجواء جميلة مثل ما نتابع ومثل ما نشاهد. نعم، مثل ما نتابع أنصار ومحبي المنتخب الوطني يدخلون أرضية الميدان تحت أهازيج أنصار المنتخب الوطني. سمحت لهم الفرصة لمشاهدة رفقاء رياض محرز عن قرب في حصة تدريبية مثل ما نقول مشاهدينا الفاضل، بداية من الساعة 5 بتوقيت الجزائر. يعني هذه اللحظات الأولى لحصة تدريبية، ونشاهد لاعبي المنتخب الوطني يصلون تباعا ويدخلون أرضية الميدان. سفيان فيغولي تحت تصفيقات وأهازيج أنصار المنتخب الوطني. طبعا مباراة النهائية مباراة صعبة للمنتخب الجزائري الذي لم يصل لهذه المحطة منذ 29 سنة. تحدث على النهائي بين الجزائر ونيجيريا سنة 1990. الجزائر لم تصل هذه المحطة منذ فترة كبيرة. أيضا النهائي الذي سيكون جزائريا سينيغاليا سيكون أيضا من ناحية فيما يخص أيضا حتى المدربين محليين. أتحدث على جامع بالماضي وأيضا الناخب أليو سيسي الناخب السنغالي. يعني مواجهة ستكون جزائرية سنغالية خالصة. طبعا لما نتحدثوا على أليو سيسي ونتحدثوا على جمال بالماضي، نتحدثوا أنه من سيتوج أيضا بكأس أفريقيا سيكون مدربا محليا، وهو ينضم لقائمة 11 مدرب توج بكأس أفريقيا المدربين المحليين. مثلما نتابع أيضا هذه الأهازيج